كان يا مكان في يوم من الأيام في قديم الزمان شرفت للدنيا بنت أمورة صغيرة وكان اسمها سندريلا. ومن هي وصغيرة كانت بتشوف الدنيا جميلة وساحرة ورائعة، وكانت مبسوطة جدا وسط باباها ومامتها في بيتهم اللي وسط الشجر والورد. وبتكبر سندريلا حبة حبة وهي بتحب الحيوانات والطيور اللي بيربوها، وكمان مش بس كده، دي كانت بتتكلم معاهم. وفي يوم مامتها سألتها: يا سندريلا انت مصدقة انهم بيسمعوكي؟ قالت لها: يا ماما انا بصدق ان كل حاجة ممكن تحصل. باباها بقى كان تاجر كبير وكان بيسافر كتير على طول، وكان دايما بيجيب لها هدايا اشكال والوان وهو راجع من رحلاته، وكانت بتحبه جدا جدا جدا. ووسط ما كانوا كلهم مبسوطين والدنيا ماشية حلو خالص، للأسف مامتها بتتعب فجأة ويجيبوا لها الدكتور ويكتشفوا انها في اواخر ايامها. وبتتكلم مامتها معاها وبتقول لها: هقولك على نصيحة عظيمة تعيشي بيها باقي حياتك يا سندريلا، وهي انك دايما تبقي شجاعة وعلى طول تكوني كريمة طول الوقت مع كل الناس. وودعوا بعض هي ومامتها وباباها. وتعدي الأيام وتكبر سندريلا وتكون مبسوطة مع باباها في بيتهم الكبير الواسع. ويفاجئها باباها في يوم من الأيام إنه ناوي يتجوز واحدة أرملة ومعاها بنتين في سنها، وهييجوا يعيشوا معاهم في البيت هنا وهيلعبوا على طول مع بعض. برغم ان سندريلا من جواها ما كانتش موافقة، بس قالت لباباها: ادام الموضوع هيفرحك انا موافقة طبعا يا بابا. وجه اليوم اللي هيجوا فيه مرات باباها وبناتها الاتنين، وافتكرت كلام مامتها ليها بانها دايما تكون شجاعة وكريمة، وراحت علشان تقابلهم. ومن اول لقاء البنتين ما كانوش لطاف خالص الصراحة، وابتدوا يتريقوا على البيت وعلى شعرها وعلى حياتها كلها. مرات باباها الجديدة كانت قوية وشديدة، بس في نفس الوقت جابت معاها الحياة والضحك للبيت، عن طريق ان هي ابتدت تنظم حفلات بالليل كل يوم، وناس كتير ابتدوا يجوا البيت في نفس الوقت اللي باباها كان مشغول بتجارته ورحلاته. وسندريلا كانت بتتكلم مع اصحابها الحيوانات. وفي ليلة من الليالي باباها قال لها انه مسافر كام شهر علشان خاطر التجارة بتاعته، وزعلت خالص سندريلا، بس هو قال لها: انا كمان زعلان اني مسافر بس مضطر. وقال لها ان هو حاسس ان سايب حتة منه في البيت، اللي هو انتي ومامتك كمان، اللي برغم من انها ما بقتش موجودة معانا بس روحها موجودة في المكان. وبتبقى مرات باباها سامعة الكلام ده من ورا الباب وبتتغاظ انه ما شكرش فيها وشكر في سندريلا ومامتها. ويجي تاني يوم وباباها يسافر ويودعوا بعض هو وسندريلا وهم زعلانين خالص. وبمجرد ما باباها سافر وامها الجديدة اتحولت خالص وبانت على حقيقتها الصعبة، بداية من انها قالت لسندريلا ان هي هتاخد الاوضة بتاعتها لبناتها. ولما سندريلا قالت لها: وانا اروح فين؟ صدمتها بانها ممكن تعيش في العلية فوق، وقالت لها: قال ايه ان الموضوع مؤقت لحد ما توضب باقي البيت. وقالت لسندريلا انها هي تاخد معاها حاجتها كمان. والمسكينة سندريلا يا حرام اتصدمت طبعا وما لقيتش حل غير انها تاخد حاجتها وتطلع مكانها الجديد. وابتدت تنظمه، ورغم حزنها الشديد كانت فرحانة من جواها لان هي اخيرا هتقعد مع اصحابها الفيران وهترتاح من اخواتها البنات الغلسين والقطة بتاعت مامتهم. وكانت كل يوم الصبح بتصبح على الطيور وهي بتغني بصوتها الحلو، وتجمع البيض وتصبح على اللي بيشتغلوا في المطبخ وتهزر معاهم. وكانت بتحب كل الناس والناس كلها كمان كانت بتحبها. اخواتها البنات بقى كانوا عكسها خالص، كانوا بيتخانقوا مع بعض على طول، والمكان بتاعهم ما كانش منظم، وكان بيصحوا على طول متأخر، وكمان كانوا بيتريقوا عليها ومش سايبينها في حالها. وكان باباها وسط سفره كان كل فترة بيبعت لها جوابات ورسايل بتصبرها على غيابه، لحد ما في يوم جالها الراجل بتاع البريد بخبر غير كل حياتها، وهو ان باباها للأسف فارق الحياة. من بعد باباها بقى وكل حاجة في البيت اتغيرت. مراته الجديدة مشت الناس اللي كانت بيساعدوا في شغل البيت، وابتدت تعامل سندريلا كأنها الخدامة بتاعتهم، وابتدت سندريلا تعمل كل شغل البيت لوحدها، من لم الهدوم والغسيل والتنظيف. ومش بس كده، كانوا بيدوها بواقي الأكل بتاعتهم عشان هي تاكلها. ومن طيبة قلب سندريلا ما كانتش بتاكله لوحدها، دي كانت كمان بتدي منه لأصحابها علشان ياكلوا معاها. ولما كان بيجي الشتاء والجو كان بيبقى ساقع خالص، كانت بتنام جنب الدفاية والنار علشان تتدفى.
وفي يوم من الأيام وهي جاية تقعد على السفرة عشان تاكل معاهم، مرات أبوها تصدمها وما بترضاش تخليها تقعد معاهم، وقالت لها خلصي شغلك الأول وبعدين ابقي تعالي كلي. فزعلت طبعا سندريلا وصعبت عليها نفسها وقعدت تعيط، وقررت إن هي تاخد الحصان وتسيب البيت. ووسط ما هي كانت بتجري بالحصان بتاعهم في وسط الغابة، بتقابل غزال هربان من ناس كانوا بيجروا وراه علشان يصطادوه، فبيقف لما بيشوفها فبتقول له اجري اهرب بسرعة قبل ما يمسكوك. وفعلا بيجري وبتجري وراه علشان تبعده عنهم. في الوقت اللي بيشوفها مين؟ الأمير ابن الملك، وبيروح لحد عندها بس ما بيرضاش يعرفها ان هو الأمير، وبيقول لها ان واحد كده بيتدرب في القصر واسمه كيت. فهي بتقول له حرام عليك تأذوا الغزال وهو ما عملكوش حاجة. فقال لها احنا مضطرين نعمل كده علشان ده موسم الصيد. فهي افتكرت كلمة مامتها وقالت له انت ممكن تبقى شجاع بس عطوف في نفس الوقت، وبتاخد منه وعد انه مش هيأذي الغزال، فبيوعدها فعلا بكده. وبيسيبوا بعض هما الاتنين بعد ما كانوا هما الاتنين اعجبوا ببعض. لما رجع بقى الامير كيت القصر بتاعه كان مبسوط جدا، وابوه الملك بيسأله ايه اللي مفرحك كده؟ قال له على اللي حصل وازاي ان هو قابل الطف بنت جميلة ممكن يقابلها في حياته. بس ابوه ما كانش عاجبه الكلام، وكان بيقول له لازم اللي تتجوزها تكون اميرة زيك، ما ينفعش تتجوز واحدة من عامة الشعب. فقال لابوه ليه ما ينفعش؟ ادام الشخص ده كويس وصالح وطيب ويستاهل. وقال له يا ابني انا سني كبر وعايز افرح بيك قبل ما اموت. الوزير بقى بتاع الملك ما كانش كويس وما كانش عايز مصلحة كيت، وكان بيقول له انت لازم تسمع كلام ابوك الملك وتتجوز واحدة اميرة زيك. وقرروا كلهم يعملوا حفلة كبيرة علشان كيت يختار منها عروسة ليه، والملك قرر يدعي كل العرايس الاميرات في المملكة عشان كيت يختار منهم عروسة. بس كيت قال له انا موافق بس عندي شرط واحد. بابا بيقول له ايه هو؟ قال له مش بس الاميرات اللي هم يحضروا الحفلة، وكمان اي عروسة من عامة الشعب عايزة تحضر مسموح لها ان هي تيجي، لان هو كان حاطط في سره ان هو عايز يلاقي سندريلا وسط البنات ويختارها طبعا علشان تبقى عروسة ليه. والملك لما ملقيش حل وافق على الشرط بتاعه. وفعلا بيتم الإعلان عن ميعاد الحفل، وإن الأمير هيختار عروسة ليه من بين كل المدعوين. ومن بين كل الناس اللي سمعوا الخبر كانت سندريلا، وما كانتش تعرف أصلا إن صاحبها اللي اتعرفت عليه في الغابة هو الأمير اللي عاملين الحفل عشانه. وجريت سندريلا بسرعة بسرعة علشان تعرف مرات باباها بالخبر. اتفاجئوا طبعا هي وبناتها بالخبر، وقالت لها طب روحي بسرعة اجري على الخياطة علشان تفصل 3 فساتين حلوين لينا على احدث موضة. قالت لها سندريلا شكرا خالص عشان عملت حسابي معاكم. قالت لها حسابك؟ لا طبعا انا مش عاملة حسابك، ده التالت ده ليا انا مش ليكي انتي. طبعا سندريلا اتضايقت بس ما كانش في ايديها حاجة تاني ممكن تعمله. وفي الوقت اللي كانت المملكة كلها بتجهز نفسها للحفلة، سندريلا كمان كان بتجهز فستان علشان تروح بيه الحفلة، وكمان كان بيساعدها في تجهيزه أصحابها القريبين. وتيجي ليلة الحفلة والكل كان جاهز ومتشيك، وتفاجئهم سندريلا بانها جهزت فستان مامتها على مقاسها علشان تروح معاهم. لكن للأسف قعدوا يتريقوا على فستانها وقالوا لها مش هينفع طبعا خدامة تروح معانا الحفلة، وان الناس لما تشوفك معانا هيفتكروا ان انت تبعنا ويقولوا علينا ايه. ومش بس كده، ده مرات باباها كمان قطعت لها الفستان وقالت لها بص الفستان دايب ازاي، وقالت لها انت لو رحت الحفلة هتكسفينا ومش هينفع تروحي معانا. وسابوها لوحدها تعيط ومشيوا. طبعا سندريلا زعلت جدا جدا جدا، وفجأة ووسط ما هي بتعيط تظهر لها ست عجوزة وبتقول لها ان هي جعانة. فبتجري سندريلا رغم زعلها وبتجيب لها شوية لبن تشربهم. فبتشكرها الست العجوزة وبتقول لها يلا جهزي بسرعة مفيش وقت يا سندريلا. فاستغربت سندريلا ان هي عرفت اسمها لوحدها وقالت لها انت مين؟ قالت لها مش انت قلتي زمان لمامتك ان انت بتؤمني بكل حاجة؟ انا يا ستي العرابة الطيبة بتاعتك. وقالت لها ثانية واحدة علشان نشتغل على نظافة، والأهم من الشغل تظبيط الشغل.
طبعا سندريلا فرحت خالص، وابتدوا يدوروا مع بعض على حاجة ينفع تبقى عربية. وقالت لها سندريلا عندنا يقطينة زرعينها. فعجبت الفكرة الساحرة، وفعلا سحرت اليقطينة لحد ما فضلت تكبر وتكبر وتكبر لحد ما بقيت عربية كبيرة جميلة جدا. وقالت لها كده محتاجين أحصنة يجروا العربية، فقررت تحول الفئران صحابها لأحصنة عشان يجروا العربية. وقعدوا يفكروا محتاجين ايه تاني، لقيوا انهم محتاجين خادمين للعربية، وهوب حولت السحليتين لخادمين، واتبقى حاجة واحدة عشان العربية تبقى جهزت وكملت، وهي سواق للعربية. وراحت بتبص لقيت الوزة قدامها، وراحت سحرت الوزة وحولتها سواق للعربية. كده اتبقى تجهيز سندريلا نفسها للحفلة، فعملت لها فستان رائع تروح بيه الحفلة. واتبقى آخر حاجة وأهم حاجة، وهي الجزمة اللي هتلبسها وهي رايحة، وعملت لها جزمة تحفة من الإزاز. وبكده تكون كل حاجة جهزت وخلصت بأجمل شكل. بس سندريلا بتقول لها أنا خايفة لمرات أبويا وبناتها يعرفوني. قالت لها ما تقلقيش، أنا هسحرك علشان ما يعرفوكيش. وقبل ما تمشي قالت لها أيوة افتكرت، في حاجة أخيرة لازم تفتكريها، إنه لما جرس الساعة 12 يضرب السحر ده كله هيتفك. وقالت لها يلا بسرعة علشان ما تتأخريش، وتنطلق بيها العربية في طريقها للحفلة. وبتوصل قبلها مرات ابوها الحفلة هي وبناتها، والحفلة تبقى حلوة خالص، ويبقى الراجل على الباب بيقدم الضيوف باسمهم واحدة واحدة، وبيبقى الامير كيت متابع كل اللي داخلين ومش مستني اي حد غير سندريلا. وبتوصل وراهم عربية سندريلا وبتدخل القاعة، والكل بيبقى منبهر بيها وبالفستان اللي لابساه، والأمير يفرح جدا جدا لما يشوفها، وبتبقى نازلة على السلم وسط انبهار القاعة كلها، والأمير يبقى جايلها وهو مبسوط، ويرقصوا هما الاتنين مع بعض. وعرفت وقتها إن هو الأمير. وبعد ما بيخلصوا رقص بياخدها الأمير علشان يوريها الحديقة السرية الخاصة بيه، وبيقول لها انت أول حد يدخل الحديقة دي. وبتفرح جدا وبتقوله دي أكتر ليلة جميلة أنا قضيتها في حياتي. وهم في الحديقة بقى، ووسط انبساطها سمعت ان جرس الساعة 12 قرب يضرب، فقالت له انا لازم امشي دلوقتي بسرعة. قال لها ليه؟ قالت له مفيش وقت اشرح لك. قال لها طب عرفيني الاول اسمك ايه؟ قالت له مفيش وقت، وسابته وجريت بسرعة. وهي وفي طريقها وهي بتجري قابلت الملك ابو كيت، وقالت له على فكرة ابنك ده رائع خالص وكمان بيحبك جدا جدا. والامير بيكون بيجري وراها بسرعة وملحقش حتى يعرف اسمها ايه. وهي نازلة بسرعة من على السلالم بتقع منها فردة جزمتها وما بتلحقش ترجع تاخدها، وبتركب العربية وتجري. والأمير كيت بياخد الجزمة وكان عايز حصانه عشان يجري وراها، فقال له الوزير بتاعك خليك انت واحنا هنروح وراها نرجعها لك. وبسرعة جريت العربية وجري وراها علشان يلحقوها، وكانت الساعة 12 بتقرب والسحر ابتدى يتفك لحد ما واحد من الخادمين قفل على اللي بيجري وراهم الباب بديله. وبعدها جرس الساعة 12 بيرن، فالسحر كله بيتفك ورجعت كل حاجة لأصلها مرة تانية. وأخدت الفئران صحابها في جزمتها وروحوا مع بعض هي وهما والوزة. ولما وصلوا البيت خبت بسرعة الجزمة من مرات أبوها وبناتها، ولما رجعوا البنات قعدوا يحكوا لها عن اللي حصل، وإزاي إن في واحدة دخلت الحفلة وعجبت الأمير من بين كل الحاضرين. وطبعا عشان الساحرة سحرت سندريلا ما كانوش يعرفوا إن هي. وسندريلا كانت بتسمع الكلام وهي فرحانة جدا، بس مرات أبوها حست إن في حاجة مخبياها بس ما قدرتش تعرف وقتها إيه هي. وفي الليلة دي بتخبي سندريلا الجزمة، وقررت وسط فرحتها ان هي تكتب تفاصيل كل اللي حصل في اليوم عشان ما تنساش منه ولا حاجة. الامير طبعا ما كانش عايز غير سندريلا، وبيعلن اعلان لكل المملكة ان على صاحبة الجزمة الازاز ان هي تروح القصر بفردة الجزمة اللي معاها، والملك هيتجوزها فورا. وبتفرح سندريلا لما بتسمع الاعلان، وبتجري علشان تجيب فردة الجزمة اللي معاها وترجع بيها القصر عشان تتجوز الملك، ولكنها تتفاجئ ان الجزمة مش موجودة.
وتتفاجئ اكتر بان مرات باباها معاها الجزمة، وبتسألها يا ترى هي دي اللي بتدوري عليها؟ قوليلي يا ترى سرقتيها ازاي ومن مين؟ قالت لها سندريلا انا ما سرقتوش، بس هو جاني هدية. فبتقول لها مرات ابوها انا موافقة اديهولك وتتجوزي الامير، بس بشرط بعد ما تتجوزيه وتبقي الاميرة هاجي اعيش انا وبناتي في القصر معاكم، وكمان بناتي يتجوزوا من قادة المملكة، وكمان تخليني انا اللي اتحكم في الملك والمملكة. طبعا سندريلا موافقتش على الكلام ده كله، وقالت لها انا مستحيل اوافق على الكلام ده، وانا هحمي الملك والمملكة منك انت وبناتك مهما ده كلفني. فاتغاظت طبعا مرات ابوها من الكلام وكسرت الجزمة، ومش بس كده دي كمان حبستها وقفلت عليها الباب بالمفتاح. طبعا بكده بعد ما الجزمة اتكسرت محدش راح القصر للملك بفردة الجزمة، فقرر الملك يبعت جنوده علشان يدوروا على البنت اللي مقاس رجلها على نفس مقاس الجزمة اللي معاه اللي وقعت من سندريلا على السلم ليلة الحفلة. وفعلا قعدوا يدوروا في المملكة كلها ويلفوا على كل البلاد والأماكن، وبرضه مش لاقيين حد بنفس المقاس لحد ما خلصوا كل الأماكن، وكان باقي آخر بيت هيدوروا فيه وهو بيت سندريلا. وبعد ما وصلوا ابتدوا اخواتها البنات يقيسوا الجزمة، بس ما طلعتش طبعا مقاسهم في الوقت اللي كانت فيه سندريلا بتغني في الأوضة بتاعتها فوق، وهي محبوسة ومش عارفة مين تحت أصلا أو إيه اللي بيحصل. ووسط ما هي بتغني قدروا صحابها ان هم يفتحوا الشباك علشان يسمعوها من تحت. وبعد ما الجنود خلصوا مع البنات سألوا مامتهم في حد تاني موجود في البيت ممكن يقيس الجزمة؟ قالت لهم لا مفيش، هو دول بس اللي عندنا. ووقت ما خلاص كانوا فقدوا الأمل وماشيين بيسمعوا صوت جميل لحد بيغني جاي من الشباك فوق، بيقرروا يشوفوا مين صاحبة الصوت دي ويخلوها كمان تقيس الجزمة. الوزير ما كانش مهتم وكان بيقول لا مفيش حد ويلا بينا كده، بس بيظهر الملك وبيقول للكابتن بتاعه روح هات البنت اللي بتغني من فوق وخليها تقيس الجزمة. وفعلا بتنزل سندريلا وبيشوفها الملك وبيفرح، وبتقول للملك قبل ما اقيس الجزمة لو ما طلعتش مقاسي موافق تتجوزني على الرغم من اني مش اميرة وكمان يتيمة ومعيش ولا حاجة؟ قال لها طبعا موافق. وبتقيس سندريلا الجزمة وتلاقيها مقاسها بالظبط، وبتفرح سندريلا وكمان الملك بيفرح جدا، وبيقول لها الملك يلا بينا. وقبل ما يمشوا بصت سندريلا لمرات باباها وقالت لها انا مسامحاكي على كل اللي عملتيه معايا. واخدها الملك للقصر بتاعه واتعمل الاحتفال على مستوى المملكة كلها، وتزين القصر باحلى الورود والناس كلها اتجمعت وكله كان مبسوط وفرحان وسعيد. وعاشت سندريلا مع الملك باقي ايام حياتهم في سعادة وهنا وسرور. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا في الكومنتات على افلام نفسكم تلخصوها، واشوفكم في فيلم جديد وملخص جديد. سلام.